فريقين الرجاء والوداد. حول استعدادات القلعة الحمراء نتابع ورقة ليوسف سهيلي. منذ بضع سنين لم يدخل الوداد مباراة ديربي وهو متصدر للبطولة. اليوم يبدو الأحمر في أفضل حال، يتربع على القمة وحيدا ولم يخسر قط. لكن هنالك مشكل بالنسبة لتوشاك، الفريق يعاني من إصابات شتى في مختلف خطوطه، أمر على قيدوم ويلز معالجته في ظرف 3 أيام فقط قبيل موعد يعرف عنه الكثير. لا أعرف فقط ما حكاه للناس عن الديربي، بل أيضا سبق لي الحضور لديربي الوداد والرجاء قبل 15 سنة. شاهدت أجواء رائعة ليس فقط في الملعب بل حتى خارجه. الوداد حقق 4 انتصارات جميعها في مركب محمد الخامس. الفريق إذا لا يسقط أبدا في ميدانه، لكن الموعد مختلف شكلا ومضمونا. في الديربي تذوب الفوارق ويتقلص الترتيب، يغيب المنطق وتحضر قوة الشخصية. لاعبو الوداد لم يفرطوا في الثقة خصوصا الجدد منهم. كيف يرون الموعد؟ هو الحمد لله ما كاينش شي ضغط. ثاني ديربي ليا وكما كنشوف انا اللعابه مهيئين 100% باش كيفوزوا بالديربي ان شاء الله. حنا ثقين في الجماهير ديالنا اللي كتساندنا من البدايه ديال البطوله. حنا عندنا واحد الوعد اللي ما بيننا وما بين الجمهور اللي حنا غادي نحاولوا باش نوفوا به، هو نحرزوا هذا الموسم ان شاء الله على اللقب. انتصار في الديربي ثمنه أغلى من النقاط الثلاث، سيسمح للوداد بلا شك بإنهاء الثلث الأول من البطولة متصدرا، ويزيده جرعة ثقة قبل استكمال المسير. في الجانب الآخر النسور الخضر في أتم الاستعداد لعرس العاصمة الاقتصادية للمملكة. مدي الصواب كان في المتابعة وأعد لنا هذا التقرير. لا حديث بين مكونات الرجاء البيضاوي إلا عن كيفية الخروج من أزمة النتائج التي استعصى معها تحقيق الفوز في الدورات ال4 الماضية. أزمة يتطلع جوزي روماو أن تنمحي عبر بوابة الديربي لضرب عصفورين بحجر واحد، الفوز على الغريم للتصالح مع الأنصار واستعادة نغمة الانتصارات. هو لقاء لا يتعدى النقاط الثلاث، لكنه في الحقيقة بطاقة تعريف كرة القدم المغربية. هو أكثر من مجرد لقاء، رغم أننا ضيوف على الوداد إلا أن الجميع ينتظر الديربي، باستثناء الشكوك التي تحوم حول مشاركة صلاح الدين عقال الذي ما زال يعاني من الإصابة. كل العناصر الأساسية ستكون حاضرة، بما في ذلك أحمد شاغو الذي يتماثل للشفاء من مخلفات الإصابة ضد الماس. الطاقم الطبي بعد الفحوصات اني ما كاينش شي اصابه اللي بالغه، اني غير كيف كنقول الحبر اللي تمزق بعض الشيء، لكن الحمد لله نكون جاهز للمقابله الديربي رغم الاصابه. اني مجهودات كبيره ديال الطاقم الطبي باش يوصلني للمقابله باحسن فورما. ماشي غير خسرنا صافره، هذه نهايه. احنا ان شاء الله غنطمحوا ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابله اللي تخلينا ان شاء الله ترجع لنا ديك الثقه ان شاء الله ديال الفريق الرجاء البيضاوي. بعد 360 دقيقة من الاستعصاء، هل يفلح الخضر في الظفر بالنقاط الثلاث وتقليص الفارق إلى نقطتين عن الغريم الوداد؟